صباح السعادة حبايبي، وحشتوني قوي قوي قوي. تعالوا بقى النهاردة هنعمل أحلى فطار، بيض بالبسطرمة. بس احنا في الفيديو ده مش هنعمل البيض بالبسطرمة بس، لأ. أنا عارفة إن كلكم بتعرفوا تعملوا البيض بالبسطرمة، لكن أكيد مش كلكم بتعرفوا تعملوا البسطرمة الاقتصادية المنزلية بأقل التكاليف. صدقوني ب350 جرام من اللحمة المفرومة هتعملوا بسطرمة غاية في الروعة، بجد تحفة، تستاهل التجربة، حاجة كده عظمة. كيلو البسطرمة دلوقتي عدى 120 جنيه، بدري بدري. احنا النهاردة بقى هنعمله من 35 جنيه بس، ويمكن كمان أقل. مكوناتنا متوفرة في كل بيت. عندي 350 جرام من اللحمة المفرومة أو أكتر زي ما تحبي. هتنزلي عليهم بقطعة من اللية. ما عندكيش لية زي حالاتي كده مش هنقف على حاجة. انزلي بملعقة كبيرة كده هرمية مليانة من السمنة البلدي. ما عندكيش سمنة بلدي عادي استخدمي سمن نباتي. وعليهم كده حوالي 5 فصوص من الثوم، حوالي يعني ملعقة كبيرة من الثوم المفروم. واللي هيديني بقى طعم البسطرمة الجاهزة الرائعة هي الحلبة المطحونة. أيوة ما تستغربيش، هي الحلبة المطحونة. هنضيف حوالي 3 ملاعق كبار من الحلبة المطحونة. بعد كده هنبتدي نبهر. هنضيف ملعقتين صغيرين كده زي ما انتم شايفين من الملح، ملعقة كبيرة من البابريكا، نص ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة، ونص ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان نص ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. تخيلوا احنا كده مش هنحط غير حاجة واحدة بس تاني، بس بعد بقى ما نضرب كل الكلام ده في الكبة ونضربه كويس قوي. طلعي بقى كل الغل اللي جواكي في اللحظة دي. بجد حاجة عظمة. اضربيها بقى كويس. انا هنا مسرعة الفيديو. طيب هتقولي لي بقى يا كراميلا، البسطرمة بتيجي لونها كده اغمق من كده شوية، انت هنا عاملاها لونها فاتح. لا هو احنا سهلين يعني؟ لا طبعا، اكيد عندنا حل. لون الطعام الغذائي اللون الاحمر هنستخدم منه قطرة او قطرتين او 3 بالكتير قوي، على حسب الكمية اللي انت عاملاها. حطي كده وابتدي اخلطيهم ببعض لغاية ما تلاقي اللون الحلو الجميل بتاع البسطرمة ده طلع معاكي. اهم حاجة في الخطوة دي لازم نلبس جلافز يا جماعة، لان ريحة البسطرمة مش هتطلع من ايديكي بسهولة. طيب خلاص بقى وصلنا للون الحلو، نركنها على جنب. هنجيب كده حبة من المية صغيرين في طبق صغير جنب مننا، وهنبتدي نحط شوية من المية على ايدينا ونمسحها، وناخد كده جزء من البسطرمة. خلاص بقى اسمها بسطرمة مش لحمة مفرومة، اتفقنا على كده. وهبتدي بقى ايه ان انا اكورها كده في ايديا، بعدين انزل بيها كده في كيس من اكياس التلاجة العادية. ابتدي افرديها بالشكل اللي انت شايفاه ده. نفرد من تحت بعدين لفوق واحدة واحدة، ويبقى بسمك حوالي كده نص سنتي، ميبقاش اكتر من كده. هنعمل واحدة تانية. هنفردها كده على صينية او اي حاجة كده مستوية، بحيث ان احنا ندخلها الفريزر بالشكل المستوي بتاعها ده علشان ما تتبهدلش معانا. طريقة حفظها هيكون طريقة حفظها في الفريزر مش في التلاجة من تحت. وهنحطها في الاكياس بالشكل ده، وهتاخدي عادي من الكيس الكمية اللي انت عايزاها على الفطار، وترجعي الكيس تاني على الفريزر. دي طريقة حفظها يا جماعة. هنخلص بقى كل الكمية عشان ما اطولش عليكم الفيديو. الكمية طلعت عندي بالظبط حوالي تقريبا 5 اكياس حلوين كبار بالشكل دوت. ده من 350 جرام من اللحمة فقط، حاجة كده اقتصادية مفيش بعد كده يا جماعة. طيب تفضل بقى في الفريزر قد ايه بعدين اطلعها كأول استخدام؟ على الاقل 24 ساعة. ممكن اكتر من كده ممكن. تعالوا بقى نشوف جمال البسطرمة لما تتقطع. شايفين لينة ازاي؟
طرية كده معايا، مش محجرة وناشفة قوي، جميلة بجد، تحفة. قوامها جميل جدا ولونها كمان ولا اروع من كده. نبتدي بقى نعمل البيض بالبسطرمة. طبعا طريقته سهلة وكلنا عارفينه، فانا مش هشرح فيها كتير. لكن حابة اقول لكم، لو لسه ما عملتيش اشتراك للقناة، انا اسمي كراميلا ودي قناتي كراميلا شيف الصغير. ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة وفعلي كمان زر الجرس علشان يوصلك كل جديد انزله. ما تنسيش بقى اللايك وكومنت حلو كده. ببقى مبسوطة قوي لما بتقولولي بتتابعوني من اي بلد. انا من مصر وافتخر. اتمنى تكتبولي في الكومنتات من اي بلد بتتابعوني. شايفين بقى البسطرمة؟ يا لهوي على الجمال. هو في ابسط من كده واسهل من كده؟ باقل من 35 جنيه عملت كمية بسطرمة جميلة قوي، كمية وفيرة وبلون وطعم وريحة ما اقولكمش. اكيد هتجربوها وانا اتحداكم هتخلصوا الفيديو وهتقوموا تجربوها حالا. وده طبعا بسبب انها اقتصادية جدا وسهلة وسريعة، متاخدش وقت حتى في تحضيرها. وطبعا هنا البسطرمة مش بنضيف ملح مع البيض لان البسطرمة اصلا بتبقى مالحة. وممكن كمان انك تدوقيها وتشوفي لو هي محتاجة ملح عادي حط لها. بس انا يعني الملعقتين الملح الصغيرين دول ظبطوا معايا الملح جدا. في اللحظة دي بقى حطيت فلفل اسود وكزبرة جافة، لكن للأسف الكاميرا فصلت كانت في اللحظة دي. فما تنسيش بقى تبهريهم بالاتنين دول، بيدوا ميكس كده طعم لذيذ جدا مع البسطرمة. وبألف هنا وشفا حبايبي على قلوبكم. دمتم بصحة وعافية. مستنية كمان كومنتاتكم واقتراحاتكم في الكومنتات على الفيديوهات اللي حابين ان انا اقدمها لكم الفترة اللي جاية. تابعوني على صفحتي على الفيسبوك وعلى حسابي الشخصي على الانستجرام، وتابعوني كمان في جروبي على الواتساب. منتظرة كومنتاتكم الحلوة. اشوفكم في فيديو جديد.